كشكول التأسيس. كشكول التأسيس معايا أو كورس تأسيس المدرسين أو كورس تأسيس الأطفال، هي الاسم البرنامج اللي هنشتغله مع بعض، اللي هناخده مع بعض خطوة خطوة مع كل أم أو كل مدرسة حابة تشتغل في المجال وحابة تستغل الأجازة أو حابة تبدأ في أي وقت من السنة مع طفلها. هنشتغل مع بعض خطوة خطوة، هنخلي بالنا من تفاصيل كتير بتقع من أمهات كتير أو للأسف بعض المدرسات، وكمان هنمشي مع بعض بخطوات تقدري تعملي الكشكول ده ملزمة ليكي، تقدري ترجعي له في أي وقت أو تاخدي منه الجزء اللي يناسب المرحلة اللي طفلك بيعدي بيها. يعني مثلا أنا لو هتكلم عن مرحلة التأسيس هتكلم عنها إن هي 3 أجزاء: بداية، معرفة، تمييز. أنا أسفة، تميز. يعني إيه البداية؟ يعني أنا لو عايزة أبدأ في مرحلة التأسيس لازم أخلي بالي من كذا حاجة. أول حاجة الوقت. هو أنا طفلي يبتدي إمتى يا ميس؟ السؤال ده بيجيلي كتير قوي. ده عنده 4 سنين يبتدي ولا لسه؟ ده اتأخر، عنده 3 سنين، عنده 3 سنين ونص. طب هيبدأ إمتى؟ أول ما يبتدي كام سنة؟ هيتم كام سنة يبتدي؟ خلي بالك توقيت بداية الطفل لمرحلة التأسيس مش مقتصر على عمره فقط. مش هقولك طفل يبقى عنده 3 سنين ونص يخش ويشتغل، لا. انا هقولك ان في كذا حاجة من ضمنها ان الطفل يكون التخاطب بتاعه كويس قوي وبيتكلم كويس عشان اقدر اخليه يقرأ ويكتب.